هنتكلم النهارده على دي دي سي اللي اسمها داتا جاذرنج بانل بي كي 222. ديت جواها 2 بروسيسور وجواها شوية اكسبانشن موديولز، عليها باركينج فانز عددها 2، عليها موتورايز دمبر عدده 4، عليها باركينج فانز تاني عليها 2، عليها موتورايز دمبر لاين كنترول بانل اف ام 200. اهم حاجه فيها هي الاي اتش يو. احنا قلنا قبل كده الاي اتش يو انا باجي من الدايركت ديجيتال كنترولر بكابلات ليه، بكابلات بتروح للفيلد ديفايسز، وهي دي الفيلد ديفايسز، وفي كابلات تانية بتروح للام سي سي عشان تتحكم في المروحه اللي هو فان ستارت ستوب كوماند، وعلشان برضو تشوف الستاتس بتاعت المروحة شغالة ولا مش شغالة، يبقى فان ران ستاتس، بعد كده فان نورمال فولت ستاتس، وبعد كده السويتش اللي هو بتاع الفان ديت هي على وضع الهاند بوزيشن ولا اوتوماتيك بوزيشن، ولا على وضع الاوف اللي هو هاند اوف اوتوماتيك بوزيشن. هنشوف الكلام دوت. يبقى عندي هنا مجموعة كابلات رايحة للفيلد ديفايسز جوه ال اتش يو، ومجموعة كابلات رايحة للوحة بتاعة الكهرباء اللي بتدي ال اتش يو. نقول الكلام تاني ان انا عندي دوت ال دي دي سي، وعندي دي ال اتش يو، وعندي دي لوحة اللي بتدي كابل الكهرباء لل اتش يو. هيبقى عندي في كابلات هتخرج من الدي دي سي رايحة للفيلد ديفايسز اللي جوه اللوحة، وكابلات خارجة من الدي دي سي رايحة للوحة بتاعة الكهرباء اللي بتدي كهرباء للفان الاير هاندلنج يونت. طب هنشوف الكلام ده بالتفصيل. طيب قبل كده برضو احنا عارفين كويس قوي ان انا عندي في مجموعة كابلات كتير اللي هي اللي قدامي ديت رايحة لكل حاجة جوه ال AHU، في مجموعة كابلات برضو رايحة للوحة اللي بتدي المكن. هنشوف الكلام ده واحدة واحدة بقى في البرزنتيشن اللي قدامنا دي. عندي ديت الدي دي سي دي الريليهات بتاعت الاوتبوت كوماند اللي خارج من الدي دي سي. ديت الفان كول يونت، عندي سموك ديتكتور، الدمبر، الفلتر الاولاني، الفلتر التاني، ديفرنشال بريشر سويتش على الفلتر الاولاني، ديفرنشال بريشر سويتش على الفلتر التاني. بعد كده عندي فيه هنا الكولينج كويل اللي بيجيب ميه ساقعه من التشيلر، وعليه هنا الفالف دوت بياخد كهرباء 24 فولت. ماشي. عندي في الهيتنج كويل بس ده مش كهرباء، دوت واخد ميه سخنه من بويلر. ماشي. وعليه فالف برضو 24 فولت. ماشي. وعندي هنا السبلاي فان اللي هي بتاخد كهرباء من اللوحة الام سي سي اللي قدامنا دي، اللوحة الام سي سي اللي بتدي الاير هاندلنج يونت دي، وبتدي فيها كيوبيكالز بتدي احمال تانية. طبعا هو القاطع بتاع الاي اتش يو ما بيتجابش في الدولاب لوحده، بس انا فرضا يعني علشان يبان شكله ممكن يبقى الدولاب فيه اكتر من قاطع واكتر من كونتاكتور واوفرلود داخل الام سي سي. طيب هنا عندي دوت القاطع، عندي الكونتاكتور، عندي الاوفرلود ريلي، وكمان ممكن يبقى عندي ستارتر. طيب في عندي هنا دايره بتاعه كنترول اللي هي الدايره الصغيره دي، انا خدتها زومتها بره اهي. المفروض ان انا هاجي بدواير من الدي دي سي، كابلات كنترول هتروح لفين؟ للدايره بتاعت الكنترول دي اللي هي الدايره ديت بتمونيتور حاله المروحه ران ولا مش ران، بتكنترول في المروحة بتطفيها او بتشغلها. مبدئيا انا عندي في كابل هنا كهرباء جاي من هنا كده اهوت، نجيبه من ورا كده عشان نسهل الدنيا. دوت باور كيبل،
جاي يدي المروحة كهرباء كده خالصين. ده كابل الكهرباء. طب نتكلم على كابلات الكنترول والفيدباك او كابلات الاستاتس اللي جايه من الدي دي سي. عندي هنا في كابل خلاص انا زومت دي هنا، فانا بدل ما هروح على اللوحه هروح على دي كاني رحت ايه للدايره دي. فانا دلوقتي عايز ايه؟ عايز اشوف المروحه عندي ان هي فيها فولت ولا لا، فولت ستاتس. عايز اشوفها رن ولا مش رن. عايز اشوفها هي على المروحه على الهاند في بره على اللوحه كده مؤشر اللوحه ديت للاير هاندلنج، لمروحه الاير هاندلنج يونت. بيقول انت عايز تجيبها على هاند بوزيشن، يعني عايز تشغلها بايديك ولا عايز تعملها اوف ما تشغلهاش ولا عايز تعملها اوتوماتيك. طب انا عايز اعرف الاستاتس بتاعت الحاجات دي، اشوفها هي عباره عن الاستاتس بتاعت الهاند ولا اوف ولا اوتوماتيك. بشوفها منين؟ باخد لها برضو نقطتين الدي ال سي. عندي نقطتين اهمت، ماشي، نقطتين اهمت هم دول اللي بيقفلوا الدايره علشان يلقطوا الكونتاكتور ده اللي هو ده وتشتغل المروحه. يبقى النقطتين دول بتوع الكوماند، النقطتين دول بتوع الكوماند. وعندي هنا في خلاص ده الاوفرلود دوت اللي بيقول لي لو في فولت او في اوفرلود على المروحه. هنمشي ازاي؟ اول حاجه عشان اخرج بالكابلات اللي رايحه للام سي سي اهيت، وانا مزوم بره اهوت الجزء دوت، الجزء ده انا مزومه بره اهو. بدل ما اروح على اللوحه تاني انا هروح على ده عشان اوري انا خرجت ازاي. انا هخرج اول حاجه الكابل اللي هو الايه عندي ستارت ستوب كوماند. الستارت ستوب كوماند هخرج هنا من ايه؟ من اوتبوت موديول، ديجيتال اوتبوت موديول. هخرج منه ديجيتال اوتبوت موديول، هخرج منه واروح على ريلي، واخرج من ريلي واروح على ايه؟ اللوحه الام سي سي على النقطه ايه اللي قدامي دي. النقطه ديت اللي هي ايه 1 و2 اللي هي اصلا الكابل عباره عن فردتين. ده كابل بتاع الايه كوماند ستارت ستوب كوماند. طيب انا عايز اشوف الاستاتس بتاعه المروحه ران ولا مش ران. طيب اهي طبعا وانا خارج لازم اعدي على التيرمينال بلوك اي دي، التيرمينال بلوك اي دي اللي بخرج منها من الكنترول موديولز ديجيتال والانالوج. تيرمينال بلوك بي دي اللي بدي بيها كهرباء للايتمز الايتم عندي جوه اللوحه اللي واخده كهرباء. هنا داخل هنا 220 فولت، خارج 24، بخرج 24 فولت. وعندي هنا قاطع اهوت بخرج منها عشان ادي كهرباء للحاجات اللي هنا. ولو عندي حاجه جوه اللوحه، ولو عندي حاجه جوه اللوحه جوه المكنه هتاخد كهرباء 24 فولت بديها منها. تمام، يبقى ده كده بلوك. طب بلوك ايه ده اللي هو ايه؟ بلوك ايه دوت اللي هو انا خلاص انا جاي من دي دي سي، from دي دي سي ورايح ل دي دي سي تو دي دي سي. طب جوه هنا بقى انا دخلت كده وهخش وهخرج وهخش وهخرج وهطلع تاني عشان اروح تو دي دي سي. ده شكل الايه الوايرنج بتاع البلوك سي. ده عرفنا وظيفة البلوك سي ايه. طيب بعد كده تعال نكمل كلامنا بقى هنا على هنا ايه. طيب انا هاجي هنا مثلا هنا ستارت ستوب. طيب هنا ديجيتال انبوت بقى، ده اوتبوت اهو خارج من اللوحة. طيب انا عايز ستاتس ران وستاتس فولت اللي هي ايه او نورمال، ستاتس فولت او نورمال. يبقى هاجي من هنا برضو هروح على مباشرة على ايه؟ على دوت. طيب ودوت نفس القصة اهو، هروح على دوت. هنا ما روحتش على ايه؟ ريلي، لان انا ده مش كوماند، ده فيدباك او ستاتس ماشي، وكله ديجيتال ايه انبوت ديجيتال انبوت. طيب هنا ده نفس القصة ستاتس، وهخش برضو على طول نرسمهم من فوق ستاتس. هخرج اهو على طول وهخش على بلوك ايه دوت
بلوك ايه ده، ماشي، الروزيتا دي، واخش على طول على الايه دوت كنترول موديول. كده انا خلصت الوايرنج، العلاقه ما بين الايه اللي انا عايز اتحكم في المروحه، من خلال لوحه الكهرباء بتاعتها. انا همسح دي كده وهعيدهم من تاني عشان ما يحصلش لخبطه. اهوت تاني خارج الكابلات دي، رايح فين؟ رايح للوحة. عايز اتحكم في اهيت، هتساويهم من تاني. عايز اتحكم في المروحة، كوماند. عايز اشوف الستاتس بتاعت الايه مروحة شغالة ولا لأ. عايز اشوف ستاتس في فولت، تاني. معلش الجهاز كان هنج. عندي هنا خلاص انا عايز كوماند، يبقى اروح كده اعدي على الموديول الريلي اسف، واروح على الايه اللوحة. عايز ده كوماند ستارت ستوب كوماند ران ستاتس، هتبقى بكابل بس دوت هيبقى انبوت للدي دي سي، ده اوتبوت للدي دي سي. بعد كده عندي في فولت ستاتس او نورمال. بعد كده في عندي الستاتس بتاعت اوتوماتيك اور هاند، دوت برضو ايه انبوت للدي دي سي. كل دوت ديجيتال انبوت، ديجيتال انبوت، ديجيتال انبوت، ديجيتال اوت، ديجيتال اوتبوت عشان ستارت يا ستوب. طيب يبقى امتى انالوج اوتبوت؟ لو ستارت وستوب وايه بشغلها بسرعات معينه. طب كده انا شفت الجزء الخاص بالايه بعلاقه المروحه، علاقه الايه طيب علاقه الام سي سي اللي بتدي كابل الكهرباء للمروحة. ده الباور كيبل اهو، باور كيبل بالدي دي سي. طيب بعد كده بقى في حاجات على المروحة المفروض اراقبها. تمام. الحاجات اللي على المروحة اللي المفروض اراقبها دوت اللي هو ديفرنشال بريشر سويتش. انا كده مش هتحكم في المروحة من هنا، دوت هيجي منين؟ هيجي من هنا كنترول موديول اهوت. هعدي على التيرمينال بلوك وهروح الديفرنشال بريشر سويتش عشان يقول لي ايه، يديني ستاتس بتاعه المروحه، يديني الستاتس بتاعه الفلو، في فلو ولا مفيش فلو. دي ستاتس برضو هتبقى ايه ديجيتال ايه انبوت للدي دي سي، دي دي سي. طيب بعد كده نرجع تاني بقى. خلاص انا عندي البريكر دوت والبلوك ده كله اللي هو ايه دوت ال 24 فولت. وانا دلوقتي خرجت كده علشان هدي الحاجه اللي جوه. عندي مثلا محبس زي ده 24 فولت، محبس زي ده 24 فولت، محبس الدمبر دوت 24 فولت. فانا هاجي من هنا بكابل كهرباء للمحبس ده، ماشي كده 24 فولت عشان يشغله. كابل كهرباء تاني للمحبس التاني 24 فولت، كابل كهرباء تاني للمحبس ده
للدمبر دوت 24 فولت، عشان ده مش هياخد كهرباء من لوحة الكهرباء. بياخد كهربته منين؟ ال 24 فولت بياخدها من الدي دي سي. طيب عندي في نقطتين تاني على الفالف دوت وعلى الفالف ده وعلى الدمبر ده، موتورايز دمبر دوت. النقطة الأولانية اللي هي 5 و6 دي نقطة اهي، دي نقطة دي بتدي ستاتس ل الدي دي سي ان الدمبر ستاتس. في واحدة منهم آسف، في واحدة كوماند، نمسح دي كده نظبط الدنيا. في واحدة كوماند يدي open close command للمحبس، عدينا على ريه اهوت. واحدة تانية open close status اللي هي بتقول لي المحبس دوت اشتغل ولا لأ. تمام. هنا تاني open close command، آسف هنعدي على الريلي، عدى على الريلي و open close command، وما نعديش على الريلي و open close status. ماشي. open close نمسح دول ونروح للدمبر، ادي عشان نروح للدمبر open close demand. ماشي. وبعد كده في الايه الاوبن كلوز status. احنا قلنا احنا بنبعت الامر open close command، ماشي، وبناخد فيدباك ايه يقول لي هو الدمبر فتحه ولا لا. انا ببعت له كوماند بقول له افتح وبيديني فيدباك يقول لي فتح ولا لا. طيب كنت عايز اقول ان كل من الدمبر، سواء الدمبر او سواء الفالف اكتيفيتور او الفالف اكتيفيتور، السيجنال اللي رايحه لهم واللي جايه منهم كلهم انالوج. ليه؟ لان الفالف ده انا بفتحه بانجل، ماشي، الفالف ده بفتحه بانجل، ماشي، يبقى انا بديله كوماند عشان افتحه بانجل، ولازما يديني انا فيدباك عشان يقول لي فتح بانجل كام. تاني يبقى الفالف بفتحه بديله كوماند للبي ال سي عشان يقول لي فتح بانجل كام، فيبقى انالوج ايه اوتبوت، ماشي، واخد منه ستاتس، اسف البي ال سي بيديله كوماند، وهاخد ستاتس او فيدباك للبي ال سي، ماشي، فيدباك عشان يقول لي فتح بانجل كام، يبقى دوت انالوج انبوت. ونفس القصة مع الدمبر برضو، بديله كوماند من البي ال سي الدمبر عشان يقول لي فتح بانجل كام، انالوج اوتبوت، وباخد منه فيدباك سيجنال عشان يقول لي. وعرفنا ان الكابل التالت ده بتاع الكهرباء ال 24 فولت اللي بتشغل الدمبر او بتشغل الايه بتشغل الفالف او بتشغل الاكتيويتر. في هنا طبعا عندي التمبريتشر ده برضو انالوج انبوت رايح للوحة السنسور بتاع التمبريتشر. وفي عندي السموك ديتكتور دوت، يا في حريق يا مفيش حريق، ده اللي بيراقب السموك في الضغط. وزي ما قلنا ان احنا بنحط دايما على الريتيرن وبنحط على السبلاي هنا برضو اس دي ضغط سموك ديتكتور. اهو السموك ديتكتور اللي هنا برضو هيديني فيدباك يا في سموك يا مفيش سموك، عشان دوت وظيفته ايه هنا؟ وظيفته ان يقول لي
المكنه حصل فيها حريق ولا لا. لكن دوت اللي هو على الريتيرن ده بيقول لي لو هو في في غرفه من الغرف اللي سحب منها الدخان او الريتيرن الراجع بتاع الهواء حصل فيها ايه حريق ولا لا. دوت ديجيتال انبوت يا ما فيه يا ما فيش. دي الستاتس بتاعه الايه السموك. طيب عندي في ايه تاني؟ عندي في تاني هنا الايه ديفرنشال بريشر سويتش وديفرنشال بريشر سويتش. دوت بيديني فيدباك او ستاتس الفلتر كلين او مش كلين. دوت برضو هنا ديجيتال ايه انبوت يا ديرتي يا كلين انبوت للدي دي سي. نرجع تاني للداتا جاذرنج بانل او الدي دي سي. خلاص عندي بقى هنا في مروحة بتاعة الجراج. المروحة دي انا على طول دي برضو مروحة. عندي هنا في فان. المروحة دول عددها 2، في منها 2. في عندي تريب ستاتس، نورمال فولت ستاتس، الفلو ستاتس. الفان نفس القصة. هيبقى عندي لوحة بتاعت كهرباء. يعني لو خدنا المروحة دي كده واتكلمنا عليها هيبقى توصيلها عامل ازاي. ادي المروحة ماشي. دي شكلها عامل ازاي. عندي برضو هنا الدي دي سي. ديت الدي دي سي وديت المروحة وده الضغط بتاعها داخل والضغط الخروج بتاعها ماشي. دي المروحة ماشي. ودي عندي لوحة كهرباء فيها الايه قاطع وفيها كونتاكتور وفيها اوفرلود ريلي بيدي كهرباء للمروحة. ودوت الدايركت ديجيتال كنترولر البي ال سي انبوت اوتبوت موديولز البلوك. المهم هاجي انا دلوقتي هخرج بشوية كابلات من هنا يروحوا من الدي دي سي يروحوا للموتور ستارتر بانل اللي هي اللوحة اللي فيها اكزوست. طبعا فيها اكتر من اكزوست بس احنا هنتكلم على واحدة بس. في عندي هنا كابل هيروح هنا، كابل اللي هو الاولاني دوت اللي هو فان اون اوف ستاتس. طيب ماشي. طبعا انا هنا بتكلم على مروحة واحدة. ده كابل ستاتس اللي هو اون اوف ستاتس. في كابل تاني كل بتكلم على مروحة واحدة. ده هنا كوماند ده ستاتس. في كابل تالت ستاتس تانية اللي هي نورمال او فولت في كابل تالت اللي هو HOA ستاتس. في بقى كابل رابع هيخرج من الدي دي سي لهنا اللي هو ايه بقى ديفرنشال بريشر سويتش. بياخد بريشر قبل وبريشر بعد ويطلع الدلتا بي ويقول لي المروحة شغالة في فلو او مفيش فلو. خلاص ده هياخد كابل من هنا كده عشان يديني هنا الستاتس بتاعت طبعا ديجيتال
انبوت الستاتس بتاعه المروحه في فلو ولا لا، اللي هي الفقره دي. يبقى انا كان عندي كام كابل؟ 4 كابلات، 3 من هنا. كام كابل؟ 1 2 3 4 5، 5 كابلات. 4 كابلات من هنا و كابل من هنا بس، وهو ده اللي قاله. ده شكل المروحه اهوت، والديفرنشال بريشر سويتش، ودي الايه الجزء بتاعها في اللوحه بتاعت الام اس بي زي ما اتكلمنا على المروحه بتاعت الفان، نفس القصه بالظبط. طب في دياجرام عندي هنا في الاخر ظريف. الدياجرام دوت عامل لي ايه؟ عامل لي الدي دي سي ديت، الدي دي سي وقال لي اعمل لي كده سيمبل، يعني بيقول لي ديت اي اتش يو دي اكزوست فان، في حاجات رايحه للفيلد ديفايس وفي حاجات رايحه للام سي سي. طبعا الام سي سي مش لازقه في المروحه، الام سي سي تبقى موجوده في مكان تاني، بس هو ايه شكل تعبيري. زي مثلا هنا بيتكلم عن اي اتش يو، الام سي سي بتاعت الاتش يو بتبقى في مكان تاني، يعني الاي اتش يو هي دي فيلد ديفايس ودي الام سي سي، ففي 4 كابلات رايحين، بس هو هنا شكل تعبير. فاصبح عندي ايه؟ 13 كابل طيب ايه وواحد طيب بي رايحين لفيلد ديفايس، و4 رايحين للام سي سي، وهكذا لاف ام 200 زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، ان عندي في 3 كابلات رايحين لاف ام 200 بانل، وفي 4 كابلات رايحين للسنسورز بتوع الاف ام 200. موتورايز دمبر ايه دول عددهم كبير، فهتلاقيه هو ايه عامل لكل دمبر ايه عدد من الكابلات. طيب وهكذا، يعني بدأ يتكلم بالشكل اللي احنا اتكلمنا فيه دوت. وبعد كده زي ما قلنا بيقعد بقى يجمع النقط، شوف عنده كام مروحه، وكل مروحه مثلا في حاجات رايحه للام سي بتاعتها، رايحه للفيلد، بيعد الكابلات ديت او بيعد النقط ديت، وبناء عليها بيقرر هيجيب ايه بروسيسور ولا 2 بروسيسور، وعدد الانبوت اوتبوت ايه موديولز. ونبقى نشوف مثال عملي برضو المشروع تاني مشي بيه الخطوات دي للاخر. طيب انا عايز اتكلم على اللوحه بتاعه الاناره. لوحه الاناره لو عايزت عندي لوحه فيها كونتاكتورز بتاعه اناره، يعني عندي لوحه اناره كده، دي لوحه اناره، لوحة إنارة فيها إيه مفتاح، وبيخرج يروح على لايتنج كنترول بانل، بيروح على كونتاكتور، والكونتاكتور ده بيروح لدوائر الإنارة. أنا عايز أتحكم في دايرة الإنارة دي بالإيه بالبي إم إس، فعندي هنا الإيه الدي دي سي، دي دي سي كالعادة دوت الدي دي سي ماشي. وعايز هخرج من هنا بحاجات للكونتاكتور، بخرج بسلكتين كابل، يبقى هنا ديت الدي دي سي ودوت الكونتاكتور، باخد سيجنال كوماند للكونتاكتور عشان اقول له يشتغل يفتح او يقفل، وبالتالي يشغل الإنارة. وباخد سيجنال تانية منه ستاتس بأون أو أوف فيدباك، اشتغلت ولا ما اشتغلتش الدايرة. هم دول بالنسبة للايتنج كنترول بانل. ده كده بالنسبة لدايرة من الإعادة. دي لوحة وفيها طبعا أكتر من إيه من دايرة، ورايحة داخلة على الكونتاكتور، وفي دواير مش داخلة على الكونتاكتور مش بتحكم فيها. وليكن مثلا الدوائر دي مثلا بتاعت جنرال اريا، لكن الدوائر بتاعت الغرف، دوائر الغرف لا، دوائر الغرف انا اعملها كده ورايح على مفتاح مانوال اشغلها واطفيها. لكن انا عملت دوت هنا ال سي بي لايتنج كنترول. طبعا بيبقى عندي فيه لوحة تانية
فيها بوش بوتون، دي بيحصل وايرنج ما بينها، في وايرنج ما بين الكونتاكتور والبوش بوتون ديت عشان افصل وافتح الايه الاناره. يبقى عشان ما حدش يجي يقول ان دايره الاناره بتخرج من لوحه الاناره اللايتنج بانل وبعد كده بتروح الدايره بتعدي على البوش بوتونز. لا، هي بتعدي على الكونتاكتورات بتروح على الكشافات على طول. العلاقه ما بين الكونتاكتور والبوش بوتونز اللي متوزعه في المكان علاقه مباشره. يعني هفترض مثلا عندي اريا كده، والاريا ديت فيها لايتنج بانل وفي هنا لايتنج كنترول بانل، اللي هي دي لايتنج كنترول بانل ديت، ودي لايتنج بانل، وهنحط هنا لايتنج سويتش بانل عند الباب ده، ولايتنج سويتش بانل عند الباب ده، ولايتنج سويتش بانل عند الباب ده، على اعتبار ان اي حد من هنا هيطفي الاناره اللي جوه المكان ده، اي حد من هنا يطفي الاناره اللي جوه المكان ده، اي حد من هنا، اي حد يخرج من هنا يطفي الاناره اللي جوه المكان دوت. يبقى في وايرنج ما بين مين ومين، وايرنج مباشر ما بين دي ودي، وفي وايرنج مباشر ما بين دي ودي. وطبعا بخرج للدوائر بايه بقى؟ هخرج للدوائر من هنا، من ال سي بي اهو، الاماكن العامه. طب والاماكن الخاصه؟ هخرج من ال بي على طول، وعندي مكان خاص مقفول كده هخرج من ال بي على طول. ده اللي انا كنت عايز اقوله. فانا لو عندي لوحه فيها 60 كونتاكتور، لو عندي لوحه مثلا، لو عندي دي مثلا فيها مثلا 24 كونتاكتور، 24 كونتاكتور. بالمناسبه بيفضل ان انا بجيب كونتاكتور 3 فيز والم 3 دواير على ايه كل كونتاكتور. ده 3 فيز والم 3 دواير، طبعا بخرج منه برضو ل3 ايه دواير. تمام. فانا دلوقتي لو عندي ال سي بي فيها، عندي ال سي بي لايتنج كونتاكتور بانل او لايتنج كنترول بانل فيها 60 كونتاكتور، يبقى عامل حسابي ان انا هروح للدي دي سي بكام كابل. كل كونتاكتور عايز سلكتين، سلكه كوماند وسلكه ستاتس منه للدي دي سي. يبقى هروح ب60 في 2 يعني 120 ايه 120 سلكه، 120 كابل. وال120 كابل دول محجوز لهم جوه الدي دي سي كام نقطه. يعني الكابل الكونتاكتور الواحد كان محجوز له كام؟ كان محجوز، طبعا هي مش هتحصل ان انا عندي يبقى حاجه فيها 60 نقطه، يعني فيها 60 كونتاكتور. خلينا نقول بلاش 60 كونتاكتور، خلينا نقول 20 كونتاكتور، 10 كونتاكتور عشان المثال يبقى واقعي شويه. اقول عندي لوحه فيها 10 كونتاكتور 3 فيز كونتاكتور، 10 3 فيز كونتاكتور، يبقى 10 كل كونتاكتور ليه 2 نقطه، يبقى 10 في 2 يبقى عندي 20 بوينت. يبقى محتاج جوه الدي دي سي كام نقطه؟ 20 بوينت، منهم 10 ايه ديجيتال اوتبوت و10 ديجيتال انبوت. يعني هنا حتى الرسمه اللي قدامي دي هو هنا يصبح في حاجه غلط هنا، اللي هي ايه؟ اللي هي بروف اوف فلو. دي بروف اوف فلو ديت المفروض هنا كان عمل الام سي سي وعمل واحده مخصوص، عمل واحده تانية فيلد ديفايس وحط عليها ايه؟ لغى بروف اوف فلو دي من هنا وحط هنا بروف اوف فلو. طب تعالوا نشوف مثلا بقى حاجه تانية، وليكن مثلا فاير بامب عشان نكمل القصه. ده موتورايز دمبر شفناه، لايت ايكونومي اللي اتكلمنا عليها، اكزوست فان بريشرايزيشن. اي فان هيبقى ليها نفس السيناريو، اي فان ليها نفس السيناريو اللي اتكلمنا عليه. في كابل رايح للفانه بتاع الفلو، واربع كابلات ايه رايحين لكابل رايح للفانه، و5 كابلات رايحين للايه اهو في للوحه الفانه. ادي ده كابل رايح للوحه الفانه، كابل رايح للوحه الفانه، كابل رايح للوحه الفانه، ده كابل رايح للفانه دوت اهو، كابل رايح للوحه الفانه، كابل رايح للوحه الفانه، كابل رايح للوحه بتاعت الفانه، كابل رايح للفانه، ماشي.
وفي فانة بقى عامل لها فاير الارم، فاير الارم ستاتس ديت. الفانة ديت لو عليها لو فيها ديتكتور، وفي كابل ده برضه رايح لروحة الفانة. نقلب تاني، دي برضو اتش يو بامب مثلا. البامب زي مروحة، في عندي كابل رايح لروحة البامب، كابل رايح لروحة البامب. هيزيد عليها ان في كابل تاني رايح لو في ستارتر عندي في اف دي، في ستارتر في اف دي، في ستارتر في اف دي. تمام. فواضح ان كل الكابلات كلها ما راحتش للبامب، راحت للوحة البامب. فانا عندي لوحة بتاعة البامب، لو هرسم الرسمة اللي قدامي ديت هرسمها كده. ديت لوحة بتاعة طلمبة، لوحة بتاعة طلمبة، لوحة بتاعة طلمبة فيها قاطع، فيها كونتاكتور، فيها اوفرلود ريلي، وفيها مثلا في اف دي ستارتر. وهنا جنبي بخرج بروح لطلمبة بكابل باور. وعندي دي الدي دي سي، دي سي. الكابلات بتاعتي هتبقى ايه؟ عندي في كابل رايح هنا ستارت ستوب كوماند، ده كابل ستارت ستوب كوماند من الدي دي سي. طيب فيدباك ده اللي هو اول واحد، لا اسف، ده اللي هو لو انا هشغل البامب دي يبقى في ستارت ستوب، هو هنا مفيش. طيب عندي ستاتس نورمال فولت ستاتس يجي لي من هنا. عندي في اف دي سبيد، في اف دي سبيد كوماند. يبقى هنا دي مش هيعملها ستارت ستوب. هيعمل ايه بقى؟ هيتحكم في السرعة. خلينا نقول برضو لو هيعمل ستارت ستوب مش مشكلة. سبيد كوماند يدي سرعة، طبعا الفي اف دي بيتحكم في السرعة. سبيد كوماند يبقى هيدي هنا كابل كوماند يتحكم في السرعة بتاعت الفي اف دي. بعد كده هنا في ايه؟ سبيد فيدباك، السرعة اتحققت ولا لأ، يبقى هيديني فيدباك هنا. يعني انا عايز سرعة 50%، هو ده بقى يديني فيدباك، هي جابت 50% ولا لأ، يبقى في فيدباك. لو في فولت في الفي اف دي يديني ايه؟ فيدباك. طب الفولت بتاعت البامب اهي اول واحدة فيدباك. طيب البامب دي على الاتش، يعني هو لو شكل الكلوجر ده من بره كده، الدولاب ده من بره كده بيبقى عليه بوينتر كده بيقول لك انت هاند ولا اوف ولا اوتوماتيك. انا عايز اخد الريزيستنس بتاع ده، الريزيستنس دي هاخدها برضو من هنا، يبقى اتش او اي ستاتس باخدها من هنا. طيب تعالى بقى الدي دي سي راحت بحاجه للبامب؟ لا، الا غير اذا كان بقى هنا في بريشر سويتش، في فلو سويتش. تمام. الحاجات دي اقدر اخدها منين؟ اخدها من دي، تعتبر بقى هي دي ايه؟ هي دي الفيلد ديفايسز الخاصة بالبامب. يعني وانا مغمض كده اضمن ان البامب 100% بتحكم فيها من طريق اللوحة بتاعتها. طيب في سيناريو تاني بقى، لو عايز اتحكم في اكتر من في اف دي مع بعض. يعني انا عندي دلوقتي في سيناريو تاني، انا هنا روحت بنقط لايه؟ للفي اف دي من الدي دي سي مباشرة، بيسموها هارد واير. يعني كان عندي في اف دي كده، دي لوحة وده قاطع وكونتاكتور وفي اف دي، وخرجت روحت للطلمبة. هناخد من دي كوبي وبيست كده،
خلينا نقول ايه الكلام على حاجة واحدة. ديت دي دي سي، ديت الايه الدي دي سي، ماشي، ودوت البروسيسور، وديت الانبوت اوتبوت موديولز بتاعتي. هحط حاجة جديدة اسمها انترفيس موديول. انترفيس موديول ده هيعمل ايه؟ احنا قبل كده كنا بنروح للترومبة على للفي اف دي دوت، يعني خلينا نروح للترومبة وكأنها كالباقي. كنا بنروح للترومبة بايه؟ بستارت ستوب كوماند، بناخد فيدباك اون ولا اوف، بناخد فيدباك فولت، ماشي. بعد كده كنا بنروح لكابل الفي اف دي، وبعد كده فيدباك سبيد، وبعد كده فولت فيدباك للفي اف دي. في اف دي اللي هو variable frequency drive، في اف دي، في اف دي. طيب اللي حصل هنا ده ممكن يتلم بكابل واحد، يعني ممكن امسح الكلام ده كله. طبعا اللي حصل التلاتة دولت هيبقى في تلاتة زيهم هنا، هيبقى في تلاتة زيهم هنا، في تلاتة زيهم هنا، جايين منين؟ من الدي دي سي. طيب دوت هنخرج بتلاتة لده وده وده، قال لك لا، اخرج بكابل كوميونيكيشن. كابل كوميونيكيشن من الانترفيس موديول دوت بيبقى ار اس 485، بيخش هنا ويخرج، يخش ويخرج، يخش ويخرج، يخش ويخرج. والكابل ده هيجيب لي من دوت التلات معلومات اللي هي اتكلمنا عليها من شوية، اللي هي كانت ايه؟ المعلومة بتاعة الفي اف دي. ناخدها كده كوبي بيست. عارف حضانة، شغال في حضانة ده ولا ايه؟ الكابل ده هيجيب لي التلات معلومات اللي هي معلومة ايه؟ المعلومة بتاعة الفي اف دي سبيد، واللي انا عايزه بقى الفي اف دي سبيد كوماند، سبيد فيدباك، والنورمال فولت من هنا. وهو الكابل ده هيجيب لي المعلومة دي من هنا. شوف هيجيب كام معلومة؟ 1 2 3 3 في 4 ب12، هيجيب 12 معلومة من خلال كابل واحد. ازاي هو بيقدر في زمن بسيط جدا ان يعمل سينكرونايز ما بين التلاتة الفي اف دي، ويقدر يتحكم فيهم التلاتة مع بعض في زمن ايه؟ مش محسوس. طيب هو هنا اتحرك، خرج من هنا، راح لده وده 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 بايه؟ راح بالبروتوكول اللي كنا اتكلمنا عليه في الاول، اللي هو ايه؟ باك نت ام اس تي بي، باك نت ام اس تي بي. البروتوكول دوت اللي هو البروتوكول بتاع الانترفيس ده، الانترفيس موديول خلاص حطيناه هنا، خرجنا بكابل اللي هو ايه؟ اللي هو يروح 1400 متر في حدود 60 ديفايس. طيب ده يبان ازاي في الديجيتال اوتبوت، في الديجيتال انبوت ديجيتال اوتبوت اي او ليست اللي احنا بنعملها؟ يبان ازاي؟ انا باجي هنا عندي على سبيل المثال مثلا اهو، عندي مثلا كده دوت انالوج انبوت مثلا، انالوج انبوت، انالوج اوتبوت، ديجيتال انبوت، ديجيتال اوتبوت. ودي عندي الايه؟
البامب شكلها عامل كده. طبعا زي ما اتفقنا انا ما بروحش الحاجه، وديت الدي دي سي، وانا ما بروحش لاي حاجه مباشره للبامب، انا بروح للايه، للام سي سي بتاعتها. تمام. هاجي انا اوتبوت، انا انبوت، ديجيتال اوت، ديجيتال انبوت. ده بقى اللي هو ايه، الباك نت. ده اللي هو الانترفيس بتاع دي. عندي كام طلمبة؟ 5 طلمبات، هنقول 4 زي ما كنا راسمين، 4 نمبر. يبقى في هنا انترفيس اللي ايه، الرسمة اللي انا رسمتها شوية دي معناها ايه؟ ده معناها هو ده الكابل الكوميونيكيشن اللي خرج من هنا عشان يعدي على الايه، ال5 طلمبة. هنرسمهم جنب ال4 طلمبة، نرسمهم كده. في طلمبة هنا كمان اهيت، في طلمبة، في طلمبة، وطبعا هما كلهم نفس الام سي سي، نفس الام سي سي. هنا في انترفيس اهوت، في انترفيس، في انترفيس. بس انا طبعا ما برسمش ال4، انا برسم واحد بس. الواحد ده معناه ايه؟ معناه ان هو دخل على الفي اف دي كده كده، مشي كده، اللي هي الرسمه اللي احنا عملناها من شويه. يعني كابل الانترفيس ده معناه ايه؟ معناه ان انا خرجت من الدي دي سي، مشيت كده، دخلت على الفي اف دي وده خرجت. دول 4 طرمبات اهو. طيب وبعد كده في بقى شويه الحاجات اللي هي ديجيتال انبوت والديجيتال اوتبوت العاديه بتاعت كل مره، اللي منين، من ام سي سي. خلاص، اللي هم ايه، اللي هو الكوماند والفيدباك، كوماند والكوماند والفيدباك وبس. طب انا كنت شغال بالشكل القديم بقى، باخد الفي اف دي كل واحد على ابوه، خلاص يبقى هلغي دوت، هلغي ده خالص، الباك نت ده خالص من تحت اللي هو الانترفيس، وهروح بنقط انديفيديوال من الفي اف دي للام للدي دي سي زي ما اتكلمنا في الاول. فده نمط وده نمط. نشوف برضو كده لو في حاجة تانية عايزين نتكلم عليها. عايزين نتكلم مثلا على خزان، الليفل بتاع الخزان، كابل لكل ليفل موجود جوه الخزان. ده طبعا رايح للليفل على طول، يعني رايح لفيلد ديفايس، مفيش ام سي سي في الموضوع. الاليفيتور، انا الاليفيتور مش هشغله، بس انا عايز منه ران ستاتس. هما دول 3 اليفيتور، دول 3 اليفيتور، انا هعتبر واحد. الاليفيتور اللي عايز منه ستاتس فيدباك، وعايز يديني الارم، مش عايز اديله كوماند. في حاجة فيها فاير بامب عايز اجيبها. دي مثلا طلمبات لتشيلد ووتر. عندي ايه، ستارت ستوب كوماند، ماشي، اون اوف ستاتس. بعد كده عندك في اف دي، في اف دي، في اف دي، 3 في اف دي، وهنا في اف دي. مديك كام حاجه نقطه للفي اف دي، ادي نقطه في اف دي اوتوماتيك اور هاند، في اف دي سبيد كوماند، في اف دي سبيد فيدباك، في اف دي بامب الارم، بامب في اف دي نورمال فول. شوف خد 5 نقط، 5 نقط دول كان ممكن ياخدهم بكابل واحد بدل ما هو خدهم ب5 ايه، كابلات زي ما شرحنا من شويه. اهي الفاير بامب. الفاير بامب عمره ما يشغل الفاير بامب. الفاير بامب الكود الامريكي ال NFPA بيمنع ان حد يشغل الفاير بامب غير شخص يروح بنفسه، او يعني الثيرد بارتي BMS ما يشغلش الفاير بامب. فانت عندك هنا ايه، الفاير بامب والجوكي بامب.
هنا الفاير بامب، هنا عندي اون اوف ستاتس، الارم، اتش ولا او 8 ستاتس. بعد كده في هنا ووتر بريشر سويتش، لا ده فيلد ديفايس. فاير لاين ستاتيك بريشر برضو فيلد ديفايس. يعني في هنا 2 فيلد ديفايس، وفي ال3 دول لا دول ياخدهم من جوه اللوحة. نفس القصة في الجوكي بامب.